السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اندومي بكيس كاتشب واندومي. هنرجع الطريقة النهاردة. دلوقتي احنا بنغلي الاندومي عادي، بنسويها على النار تمام كده زي ما انتوا شايفين. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو متنسوش توصلوا نعمل لايك. سوري لو انا صوتي مش واضح قوي، لان الفيديو ده عدته اصلا من قبل ما اعمله. الحمد لله الفيديو اتمسح. المهم يعني هنسلقها عادي. هوريكم هعمل ايه في الباقي. هناخد كبشتين ميه من ميه السلق دي. اخدنا زي ما انتوا شايفين كده كبشتين ميه وكيس الكاتشب اللي هو ده، اللي هو الكبير ده اللي بجنيه على ما اعتقد يعني، بس اللي هو الكبير يعني عموما. هنحطه كده. بصوا هو انا الاندومي دي بحب اجرب طرق كتيره الصراحه فيها، والطريقه اللي بتعجبني بنزلها عليكم. انا مش عارفه ليه مش عارفه انزل الكاتشب، بس المهم يعني هنزل الكاتشب اهو. تمام كده. هنحط شطه. بصوا كميه الشطه اللي احنا حطيناها ده اللي بيحب الحامي. صراحه انا مجربتهاش برضه تبقى طعمها ازاي، بس انا بعملها حاميه. دي تاني مره اعملها. هنحط بقى توابل الاندومي وهنقلبهم. بصوا شطه. بصوا الجمال والحلاوه. هنفضل نقلب كده فيهم يمين وشمال يمين وشمال. انا كنت بعملها بصلصه لو فاكرين، اللي هي الاندومي بالصلصه، بس دي بتعمل مزازه اكتر. بس كده. ما تنسوش بقى ان نعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان اللي بيحب الاندومي الحامي نقول له يلا جرب. بس كده. واهو بدي اندومي الكوري، يعني احنا بنجرب شويه حاجات كده. يلا باي، هستناكم. عايزه تعليقات كتير بقى، قولوا